هل الدوري موجه بواسطة الحكام لصالح النادي الأهلي؟ بكل تأكيد أيوة. عندك دليل؟ لأ، عندي أدلة. آخرها اللي حصل في لقاء الأهلي والجونة تحت قيادة تحكيمية لأمين عمر. أمين عمر تغاضى عن احتساب 3 ركلات جزاء لصالح نادي الجونة أقر بيها كل الحكام، وأقروا أن تقنية الفار على ما يبدو كانت غائبة. أمين عمر في هذا الموسم أدار 10 مباريات. في الجولة الأولى أدار لقاء المصري والاتحاد، في الجولة الثانية أدار لقاء بيراميدز والإسماعيلي، في الجولة الرابعة أدار لقاء غزل المحلة والأهلي، في الجولة السادسة أدار لقاء سيراميكا وسموحة، في الجولة السابعة أدار لقاء الإسماعيلي والزمالك، في الجولة الثامنة أدار لقاء المصري وفاركو، في الجولة التاسعة أدار لقاء بيراميدز وطلائع الجيش، في الجولة العاشرة أدار لقاء كهرباء الإسماعيلية والأهلي، في الجولة رقم 13 أدار لقاء الأهلي والمصري، في الجولة رقم 18 أدار لقاء الأهلي والجونة. يعني إيه؟ يعني أمين عمر أدار هذا الموسم 4 لقاءات للنادي الأهلي. هو أدار 10، 4 منهم للنادي الأهلي. بدأت بغزل المحلة في الجولة الرابعة، ثم كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة، ثم المصري في الجولة ال13، ثم الجونة في الجولة ال18. يعني أدار 4 لقاءات للأهلي، منهم 3 لقاءات متتالية. آخر 3 لقاءات أدارهم أمين عمر كانوا للنادي الأهلي، اللي هم الكهرباء الإسماعيلية والمصري والجونة. والغريب إن معظم اللقاءات ال4 اللي أدارها أمين عمر حصل فيها جدل تحكيمي. الجونة ما اتحسبش للجونة 3 ركلات جزاء. في غزل المحلة لغى هدف وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء. في كهرباء الإسماعيلية اللي انتهت بفوز الأهلي 4-2، شفت حضرتك الجدل التحكيمي اللي حصل فيها. في مباراة المصري كوارث تحكيمية. يعني ال4 لقاءات اللي أدارهم أمين عمر للنادي الأهلي شهد الجدل تحكيمي. النادي الأهلي لعب 16 مباراة السنة دي في الموسم ده لحد دلوقتي، منهم 4 مباريات بواسطة أمين عمر. النادي الأهلي في ال16 مباراة لعب 14 مباراة بتحكيم مصري. ليه؟ لأن أنت تستبعد لقاء الزمالك ولقاء بيراميدز كان التحكيم أجنبي. ال 14 لقاء اللي لعبهم النادي الأهلي اتحاد الكرة عين له 8 حكام بس في ال 14 لقاء. أمين عمر أدار 4. أمين عمر أدار 4 لقاءات. محمود ناجي أدار 2، محمود وفا أدار 2، مصطفى الشهدي أدار 2، ولكل من الحكام التالية مباراة واحدة: محمود بسيوني وطارق مجدي ومحمد معروف ومحمد الغازي. وبالتالي تلاقي ان امين عمر ادار 4 مباريات من اصل 14 مباراة أدارها حكام مصريين للنادي الأهلي، وهي نسبة تمثل 30% تقريبا. يعني بالتقريب أمين عمر أدار ثلث لقاءات النادي الأهلي في هذا الموسم، في سابقة عجيبة وغريبة لم تحدث من قبل. لما تيجي تقارن النادي الأهلي مع نادي الزمالك وأمين عمر، تلاقي إن الزمالك لعب 16 مباراة، اتحاد الكرة جاب له فيهم 12 حكم: محمد معروف 2 مباراتين، محمود ناجي 2، مصطفى الشهدي 2، ومباراة واحدة لكل من حمادة القلاوي ومحمد الغازي وأمين عمر ومحمود ناصف ومحمد عباس مايو ومحمود البنا ومحمود وفا. الزمالك أقل فريق تم تكرار الحكام له، الأهلي أكثر فريق تم تكرار الحكام له عن طريق أمين عمر. طب تعال نشوف بيراميدز كده يا باشا. بيراميدز لعب 16 مباراة، اتحاد الكرة جاب له 10 حكام: محمد الغازي 3 مباريات، محمد معروف 2 مباريتين، أمين عمر 2 مباريتين، محمد عباس قبيل 2 مباريتين، ومباراة واحدة لكل من محمود ناجي، محمود بسيوني، حمادة القلاوي، سيد منير، محمد العتباني، ومحمود وفا. من هنا يا باشا أقدر أقول لك إن أمين عمر هو أكثر الحكام الذين تم تكرارهم للنادي الأهلي. 10 مباريات
لعب 4 يعني 40% من مبارياته، لكن بالنسبة للنادي الأهلي 14 مباراة أدار له منها 4، وبالتالي أمين عمر أدار تقريبا ثلث مباريات النادي الأهلي. يجي واحد يقول لك ما هو الحكم مرشح لأنه يروح كأس العالم وبالتالي بيحتاج مباريات مهمة. هنا بقى بيحط لك السم في العسل. سيراميكا كيلوباترا هو متصدر مسابقة الدوري العام حتى تاريخ هذا اليوم. فلو انت عايز تجهز امين عمر لكاس العالم تخليه يلعب مباريات الفريق المتصدر الدوري اللي هو سيراميكا كيلوباترا. طيب امين عمر حكم لسيراميكا كيلوباترا هذا الموسم كم مباراة؟ مباراة وحيدة فقط، هي مباراة سموحة. كل ما قيل امام حضراتكم بالادلة اللي ظهرت قدامكم ده بيثبت بالدليل القاطع ان الدوري موجه للنادي الأهلي عن طريق الحكام بنسبة 100%، بنسبة 100%، وأن هذا الدوري لا يجوز أن يطلق عليه سوى دوري ساكسونيا الرياضي. في أمان الله.